محاكم صعدوني محاكم عليا واني مالي بيها لا ذنب ولا هاي. زين. وهذا واحد ثاني هم ابن خالته هم يطلبه فلوس. يعني الصلافه وين وصلت بيهم انه يقول ما اشتكي عليه اشتكي عليك واشتكي علي وسحولني هم بالمحاكم وتالي انا ربحت القضيه وبالتالي هم رجعوا تهديدات وابتزاز وعينك عينك. زين. بس انا اشوف التالي وين احكي بالاسماء واحكي هم كل شيء يعني كل شيء تفاصيل والله العظيم. بس انا اشوف التالي خاف يعني عبالهم مره ويبتزوها ويهددوها. لا كل شيء له حدود. اني ملفي نظيف والحمد لله والشكر. يعني انا اخذت جنسيه بكل جداره لان ما عندي اي مشكله. اي مشكله ما عندي. يعني انا مسويه مشكله ابدا نهائيا. الحمد لله والشكر. كفو منك دنيا حبايبي في دول قلبكم. نحكي هيك على ضيم الزمن والدنيا والعالم هاي الغدارة. انت قوية ان شاء الله القوة لله. ايش قد احبك. احب جدا وتحبكم العافية حبايبي. يا حياتي للضوجين في دول عينك. مليون كفو والله مليون كفو. تفكرين ترجعين للعراق؟ لا افكر اطلع من المانيا بس ما ارجع للعراق. قريبا اقول لكم وين اروح. دنيا ايش تستخدمين البشرة؟ سيرومات النضارة والجمال حبايبي. هاي اللمعة تشوفوها سيرومات والله ومفرتها الكم مقعدنا هيك شوية. والماتشا وصلت حبايبي اللي طلب ان شاء الله يعني اللي دازين عنوان ومثبت اليوم وصلت لهم الماتشا. بس الما مثبتين دزونا على رقم الواتساب جعفر بلا زحمة ثبت الرقم وراح ارد عليكم اليوم ان شاء الله وتوصل لكم باكر لانه هسه توفرت ببغداد. والله للعراق يا ريت. يعني انا بالنسبه الي ارجع للعراق حيل يناسبني لانه يعني اهل وقرايب وحبايب حتى متابعينا هناك الناس يعني هيش الحاله الاجتماعيه احسن من هناك ابا وهذا. بس بالنسبه للاطفال لا اخذهم غير دوله واطلع من اوروبا كلها بس مو للعراق لا لانه شهاداتهم خطيه. يعني اريد لهم شهادات افضل حتى افضل من الاوروبيه. ان شاء الله قلت لكم بس ارتب الوضع قريبا اقول لكم وين. لان انا من ندير وجهي اترك الجمل بما حمل واروح للافضل اكيد. لا مو دولة عربية والله. بارحة تعبتي مين اطلب السيرومات. هذا الرقم اي لا هاي هي. بس ثبتلنا الرقم مال المنتجات.
الله يقويك، الله يسلمكم. شوفوا الانسان كل ما يدخل يمر بظروف صعبه حيل المفروض يطلع اقوى من عندها. فأنا من هذا النوع، بس ادخل بظروف صعبه وشلون هيك يعني